عارف الراجل الجامد اللي لف الدنيا، سافر بلاد كتير قوي وخد ماجستير وعمل دكتوراه واترقى، وصل لمناصب جامدة قوي في شركات تقيلة قوي، بس رغم كده تتعامل معاه تلاقيه في منتهى البساطة ومفيش تعقيدات ومفيش تكاليف. الشخصية دي فكرتني بالظبط بالعربية الجيب جراند شيروكي، عربية قوية وشيك ودخلك في اي حتة، بتعمل حاجات كتير قوي، بس رغم كده ما تخافش منها، ما تخافش وانت بتتعامل معاها، ما تخافش عليها. أخوكم السويق أحمد خالد يرحب بكم في رحلة جديدة مع جيب جراند شيروكي ال. من سنة 1993 وجيب بتقدم قدراتها الغشيمة المعروفة للقيادة الوعرة، ولكن في شكل برفاهية أعلى ودلع وشياكة، وهو الجراند شيروكي. على مدار 5 أجيال في أكتر من 7 مليون جراند شيروكي اتباعوا في العالم، وجيب بتقولك إن دي أكتر SUV خدت جوائز في التاريخ. المهم إن ده الجيل الخامس من العربية، وزي الجيل اللي فات بيتجمع في مصر في مصنع العربية الأمريكية للسيارات AAV، ولكن جايب نسخة أول مرة تتقدم في الجيل ده، نسخة جراند شيروكي ال يعني لونج ويل بيس، يعني قاعدة العجلات الطويلة، فده بيضيف للطول 290 ملي، وقاعدة العجلات بتبقى أطول من 127 ملي، وبيديك بقى جوه 7 كراسي على عكس كل الجراندات اللي فاتوا. لو انت فاتح صف الكراسي التالت كده، المساحة معاك يعني قد عربية كروس اوفر مثلا عادية خالص، يعني 428 لتر حاجة كده. لما بتتني صف التالت بيبقى معاك 1328 لتر، يعني مساحة شرحة. اتني بقى الصف التاني كمان يبقى معاك 2396 لتر، يعني عربية نص نقل. علشان تدخل بقى للصف التالت بتعمل ايه؟ ترفع دي كده، مطلعين ده كده بهذا الشكل، فيها الستار يا رب. هندخل كده، نقوم جايبين ده كده تاني، فهي يعني تاخد 2 كبار عادي. مش ناسياهم برضو، في هنا فتحات تكييف في القوايم، وفي USB تايب سي وتايب اي. في هنا كمان كاميرا مراقبة، اللي قدام يقدر يشوفك، فخلي بالك وانت قاعد هنا. من ورا مساحات لطيفة في الصف التاني، بس الكرسي ده كده مش راجع على الآخر، يعني هو كده يعني على وضعية منطقية. بس في هنا الحتة اللي ورا دي بلاستيك، فيعني مش لذيذة قوي لو حد برضه طويل شوية أو مليان شوية، ممكن ما تبقاش ظريفة بالنسبة له. بس انت بتقدر تتحكم في الكرسي، يعني تقدر تطلعه لقدام وترجعه لورا، كمان تقدر تتحكم في الظهر، تقدر ترجعه كده، تنزل كده كده بقى، يعني وضعية شيزلونج على الاخر. قدام ممكن يكون في أجزاء بلاستيك ناشفة شوية في التابلو من تحت، ويمكن مفيش مساحات تخزين كبيرة قوي غير الدرج اللي في النص والدرج اللي في التابلو. بس غير كده كل الزراير وكل المناطق اللي ايدك ممكن تيجي عليها معمولة بجودة كويسة جدا، والتصميم من جوه في العموم تحسه مختلف عن اللي بنشوفه في أغلب العربيات اليومين دول، هادي وأنيق في نفسه كده. الإحساس المسيطر عليك وانت سايق جراند شيروكي هو الهيبة، يعني حاسس بهيبة. العربية حجمها برضو يعني بيخلي الناس تعمل لك حساب، ولكن في نفس الوقت العربية بتساعدك بشكل كبير جدا علشان ما تحسش ان هي حجمها ضخم قوي وان سواقتها صعبة قوي، وده الحقيقة بطرق كتير جدا. اول حاجة الموتور، الوحش ده بيتحرك بموتور 3600 سي سي V6 سحب طبيعي للهواء، قوته 290 حصان وعزمه 348 نيوتن متر. ناس كتيرة طبعا كانت زعلانة بسبب ان العربية مبقاش فيها موتور الهامي ال V8 اللي هو 5700 سي سي زي الجيل اللي فات، ولكن برضو ما نقدرش نقول ان العربية دي ضعيفة بأي شكل. يعني المفروض 90% من العزم موجود من اول 1800 RPM، فالعربية دايما مستعدة وحاضرة، يعني اقل دوسة بتلاقيها قامت كده فطت كده واستجابت معاك. يمكن في لاج بس كده بيحصل، يعني الجزء من الثواني اول ما تبقى ماشي عادي وبعدين تيجي تدوس عشان تجري، ولكن بمجرد ما بتستجيب لا، يعني ما بتحسش ان العربية تقيلة قوي. يعني العربية كمان فيها فتيس 8 سرعات اوتوماتيك من ZF عبقري، نقلاته سريعة وسلسة جدا، ما بتحسش بأي حاجة بتحصل في الفتيس. وطبعا ما تبقاش جيب من غير نظام دفع رباعي متطور بيساعدك جدا وانت على الطرق الوعرة. والعربية فيها نظام اسمه سيلكت ترين، ده فيه كذا وضعية للقيادة ما بين ساند اللي هو رمل وسنو
وماد اللي هي الطينه، غير بقى السبورت وفي الاوتو اللي احنا ماشيين عليه طول الوقت في الوضع الطبيعي. العربيه كمان في السواقه الطبيعيه تقدر تفصل القوه عن المحور الامامي علشان توفر في استهلاك البنزين. والحقيقه انا كنت متوقع ان توجيه عربيه زي دي هيبقى يعني تجربه شبيهه بسواقه الاتوبيسات، ولكن الحقيقه مختلفه عن كده خالص. العربيه توجيهها دقيق وماسكه نفسها كويس في الملفات. اكيد طبعا يعني اكيد في بودي رول محسوس، ولكن يعني ما بتبدأش تحس ان العربية مخوفاك غير في الملفات الجامدة قوي يعني، ولو داخل على سرعة مجنونة بقى. واعتقد اللي مساعد على ده العفشة. العربية فيها عفشة جميلة الحقيقة، زي ما انتم شايفين احنا داخلين يعني في حتة كده مكسرة، ما حسيناش بأي حاجة طبعا. العفشة مخليها العربية ماسكة نفسها كويس في اغلب الظروف، مع مستوى فائق من الراحة الحقيقة. اغلب الحاجات ما بتحسش بيها. طبعا العربيه بتبلع مطبات والكلام ده كله بسهوله، يعني مطبات الحديد الصغيره دي انت مش بتشوفها اصلا. وده رغم ان العربيه فيها جنط 20 بوصه، بس البروفايل بتاع الكاوتش يمكن يعني مش رفيع، لا تخين شويه. بس في نفس الوقت العربيه مش بتاعت جري قوي، يعني العربيه مش العربيه اللي تقفل بيها عداد على الطريق السريع، لان انت بقى بتبدا تحس شويه بحجمها على السرعات العاليه. من اول 150 160 كده تبدا تحس بحجم العربيه. وغير كده بقى العربيه مهتمه جدا يعني تامنك كويس. تبدا تلاحظ ده من نظام البلايند سبوت اسيست، بيدي بيب كده كل ما تبقى عربيه معديه من جنبك بالنقطه العاميه. بس لحسن الحظ ممكن طبعا تقفل البيب دي، لان هي لو انت مشغل اغاني او حتى بتتكلم في التليفون بيوطي الصوت عشان يشغل البيب. بس غير كده العربيه فيها اير باجز كتير جدا، من كتر ما هم كتير مش عارف اعدهم صراحه. بس هي فيها طبعا اير باجز قدام، واللي قدام حاجه اسمها مالتي ستيج اير باجز، يعني مش بتفتح على مرحله واحده، بتفتح على كذا مرحله علشان تتجنب ان هي تعمل اصابه ولا حاجه. طبعا في اير باجز جانبيه وستائريه، وفي اير باج لركب السواق والراكب الامامي. ومن اهم الحاجات اللي بتساعدك تتحكم في العربيه الدرايفر اسيست باكج اللي موجوده فيها. يعني هي فيها كاميرات 360 طبعا وسنسورز قدام وورا، فيها كمان ادابتيف كروز كنترول واكتيف لين مانجمنت اللي بيخليها تلتزم بالحاره المروريه، وفيها حاجه اسمها انترسكشن كوليجن اسيست، ده بيمنع التصادم في التقاطعات. فهي بصراحه عامله اللي عليها وزياده في الحته دي، يعني مقدمه كل اللي عندها عشان تامنك وتساعدك. ومن ناحيه الاوبشنز بقى، فالعربيه يعني فيها اغلب الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها. عندك سقف بانوراما، كراسي كهرباء مع ميموري تسخين كمان للدركسيون. التكييف متقسم على 3 مناطق علشان الصف الثاني يتحكم في درجه حراره لوحده. وطبعا الشاشه اللطيفه اللي عندنا 10 بوصه، فيها وايرلس ابل كار بلاي ووايرلس اندرويد اوتو، وبتعرض لك بيانات كتير قوي الحقيقه، زي ضغط وحراره الزيت ودرجه ميلان العربيه، التيلت انجل والديبارتشر انجل والحاجات دي. وبتعرض لك كمان مستوى الارتفاع عن سطح البحر. طبعا هو السوفت وير بتاع الشاشه اتطور جامد جدا عن الجراند اللي فاتت، ولكن برضو لسه هو مش اسرع حاجه في الدنيا. يعني انا مثلا قعدت يومين على ما عرفت اوصل كار بلاي مثلا، ما كانش راضي يوصل، مش عارف ليه. بس الانترفيس بتاعه بسيط منظم كده، والرسومات بتاعته تحسها شيك ومتطوره. بس في شويه حاجات كده بسيطه يعني، ولكن مش مفهومه برضه. يعني عندك مثلا المرايات دي فيها سخانات بس ما فيهاش ضم كهرباء، مفيش وايرلس شارجر مثلا. في تفصيله يعني هي مرقعه شويه، بس يعني انا كان نفسي تبقى موجوده الحقيقه. كان نفسي يبقى الكراسي فيها مساج، كراسي فيها دعم للقطنيه على فكره، والكراسي في العموم مريحه. بس حته المساج دي بقت موجوده في العربيات الصيني دلوقتي. يعني حاجه تانية برضو بتفرق جدا في مستوى الراحه وانت سايق هو عزل الموتور كويس جدا. يعني بتسمع صوته لما تدوس جامد عشان يديك كده حته بتاعت الفي 6 دي، لكن طول ما انت ماشي عادي لا انت مش سامع صوت الموتور. عزل الصوت والهواء كويس، بتبدا تسمع صوت الهواء شويه يعني من 120 فيما فوق. وفي تقريبا عربيه موتورها مفوت. ايه يا باشا كل ده بمدخنه شغاله مش شكمان. ربنا يجيب له عقب سليمه ان شاء الله.
انا الحقيقه طول عمري بحب العربيات الصغيره اللي هي الملمومه، لان بالنسبه لي دي بتبقى امتع في السواقه. ولكن الحقيقه العربيه دي ورتني جزء تاني من المتعه، او منظور تاني من المتعه. متعه ان انت تخش في اي حته انت مش قلقان من اي حاجه، متعه ان انت معاك عربيه تحمل فيها اي حاجه انت عايزها، مساحات شاسعه، متعه فعلا ان انت تبقى مرتاح وانت سايق. الجراند شيروكي النهارده سعرها 5,600,000 جنيه، ويعني ده بيحطها في منافسه على الورق مع كذا اس يو في بريميوم في الفئه دي زي الفولفو اكس سي 90 والاودي كيو 7. ولكن انا الحقيقه شايف العربيه دي في حته لوحدها شويه، ملهاش منافسين كتير قوي بيقدموا نفس اللي هي بتقدمه. العربيات التانية دي عربيات بريميوم، ما اظنش ان حد هيجيله قلب يعمل اللي بيتعمل بالعربيه جراند شيروكي دي. الجيب ميزتها ان انت ما تحسش انك خايف عليها، حاسس انها عربيه اعتماديه حماله اسيه، وفي نفس الوقت مع دلع وفخامه. الخلاصه يعني انا شايف ان هي خدت كل حاجه عربيات جيب بتعملها وحسنتها وضافت عليها حاجات تانية، المساحات الكبيره، الخامات الاحسن، والاوبشنز المتطوره الجديده. وبس كده. احب اعرف ايه رايك في الجراند شيروكي، ولو انت بتشتري هل تفضلها هي ولا حاجه تانية من العربيات اللي في الفئه دي. كان معكم اخوكم السويق احمد خالد، والى اللقاء في رحله اخرى ان شاء الله. فلتصحبكم السلام.